من دواعي سروري وأنا بينكم بعد النصر والتحرير بأرضنا في شمال سوريا وعلى يد أبطال قوات سوريا الديمقراطية منحني إجلالا لهاماتها. كما يسرني أن أخاطب هذا الحضور وأرجو أن تتقبلوا اعتذار والدي وقد كلفني أن أحييكم جميعا وأقدم الاعتذار باسمه، وأتمنى من الله عز وجل أن نلتقي في الرقة الحبيبة بعد تحريرها من رجس داعش وتمكين قوات سوريا الديمقراطية والداعمين الدوليين لها. ونحن أهالي محافظة الرقة نؤكد على مباركة التحرير ونؤكد لكم بأننا على أتم الاستعداد لإدارة المدينة وريفها من الناحية السياسية والإدارية والخدمية مع مصلحة أهالي الرقة كمنطقة محررة وهم من يقرر مصير إدارتهم بكل حرية، مع العلم إننا في مشروع الديمقراطي أنجح طرق إدارة الدولة في العالم أجمع، ونهيب بأبناء المحافظة بانضمام القوات المحررة حتى لا يفوتهم الشرف. الرحمة لأرواح الشهداء البررة الكرام، وتحية لكم وعاشت سوريا حرة ديمقراطية.